كل سنة وانتوا طيبين. حضرتوا العصير ولا لسه مكسلين؟ النهاردة هنعمل عصير البرتقال، ووعدك انك هتعملي اجمل واطعم برتقال. بس مش هقولك فايتك كتير، عشان البرتقال كتير وكتير في الاسواق. يعني تقدري تحضريه وتخزنيه، ولو مش حابة تخزنيه هتقدري تعمليه كل يوم في رمضان. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. ومش هقولك هعملك 40 لتر من 2 كيلو برتقال، لا، هكون صريحة معاكي وهقولك ده كيلو جزر. خدناه كده، غسلناه وقشرناه وقطعناه بالشكل ده. ضفنا عليه قد ايه سكر؟ لو بالكوباية 5 كوبايات، ولو عايزاه بالكيلو يبقى هتفتحي كيلو سكر كامل وهتنزلي كده على كيلو الجزر، وبعد كده هتغطيه بالمية زي ما انت شايفة بالطريقة دي. ودي معلقة ملح ليمون صغيرة، ولو مش متوفر عندك يبقى ليمونة كده وعصريها. قلبي الكلام ده كله وارفعيه على النار. هناخد البرتقال نقشره وهنقطعه بالطريقة دي كده. ايوه كده. وخدي بالك لازم تطلعي البذور منه بعد ما تقطعيه. هتقطعي الكمية بالشكل ده. طب انتي قلتلنا الجزر وما قلتلناش كمية البرتقال، وهنا الجزر بتاعنا ايه استوى. دي 4 كيلو برتقال زي ما انتي شايفة كده. خدناهم غسلناهم وقشرناهم وقطعناهم. هناخد كده كوباية من الجزر وننزل بيها على البرتقال ونضرب الكلام ده كله. ما بنضيفش سكر تاني ولا بنضيف مية ولا اي حاجة. خليكي معايا للاخر، ولو لسه مكملة ياريت ما تنسيش تدعميني بلايك وشير، وطبعا اكون شاكرالك حبيبتي. هنصفي البرتقال بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. بعد ما ضربناه في الخلاط صفيه كويس من اي شوائب. ايوه كده. وتعالوا بقى شوفوا الكمية اللي طلعت من ال4 كيلو برتقال وكيلو الجزر. بقى معانا عصير مركز بالشكل ده كده. يلا بقى ازايز مغسولة كويس ومتعقمة وعبي فيها البرتقال بتاعك. وعايزة اقولك انه يقعد معاكي اسبوع على شبكة التلاجة، يعني من غير ما تحطيه في الفريزر. هيفضل معاكي بالشكل ده وعمره ما يغير ولا طعمه يتغير. وتقدمي منه زي ما انت عايزة بالطريقة دي. ايوه كده. هتخففيه بمية ساقعة وتلج، وطبعا لو حابة سكر زيادة عن كده طبعا براحتك. ايوه كده. عملنا العصير بتاعنا وعمل لنا كمية حلوة، بس عمره ما ال4 كيلو هيطلعوا لك 40 لتر ابدا. ما تصدقيش اللي يقولك انا عملت 40 لتر عصير من 2 كيلو برتقان او 4 كيلو. ولو حابة تخزنيه في الاكياس خزنيه بالشكل ده كده وشيليه في الفريزر وطلعيه براحتك. ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين.